اللهم لا تجعل اليمن يمنان، ولا تجعل زمانها زمنان، ولا تجعل أمرها أمران. يا رب صل على المحبوب والمختار، واجعل لنا من نوره أنوار، وانصرنا فأنت القاهر القهار، وداحر الشر والأشرار، وناصر الحق والأخيار. اللهم اجعل اليمن وأهلها في أمن وأمان وسلام وإطمئنان وبناء وعمران. اللهم واجعل شرف أهلها مصان، وحقهم في ضمان، ورزقهم سهلا للعيان. اللهم اجعل لليمنيين مخرجا يلم شملهم ويجمع أمرهم ويجلب خيرهم ويجبر كسرهم وييسر عسرهم ويجازي صبرهم. اللهم اجعل مساجد اليمنيين عامرة، وألسنتهم لك ذاكرة، وأرواحهم على الحق ظاهرة، وديارهم بالفضائل عاطرة، وخطوات عدوهم عاثرة، ووجوههم يوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة. ربي لقد حل في اليمن ما حل بها من البلاء. اللهم يا خالق الأرض والسماء، اللهم اجعلها على الأرض جنة، وأكرمها بفضلك جودا ومنة، وارفع ضيقها منك يا ربي رحمة، واجعلها لكل الخير وجهة، وللحق قبلة ومنارة. ربي إنها اليمن التي أنت أوحيت للنبي بحبها، وليس لها سواك فأنت ربها. اللهم أخمد نيران حربها، واقصم كل من بالشر يقصد دربها. اللهم اخسف بكل من أكل الحقوق، وتوج الظلم بالعقوق، وأوجد الفرقة والفروق، وكمم الحق والحلوق. اللهم وانصر كل من للبلاد يريد خيرا، وأيد كل من به للحق نصرا، واحمي كل صادق ملكته للحق أمرا، وارفع من أتى متواضعا وليس به على الناس كبرا، وانصر كل من يحمي البلاد شبرا فشبرا. اللهم لا تجعل اليمن يمنان، ولا تجعل زمانها زمنان، ولا تجعل أمرها أمران، ولا تجعل لها حكما سوى القرآن، كما أسماها حبيبك موطن الإيمان، وكما أنت يا ربي جعلتها منبع الإنسان. يا ربي إن كانت ذنوبنا تحجب عنا عطاءك يا كريم، اللهم فاغفرها، وعجل بالهداية يا رحيم، وعجل بالفرج فأنت بنا عليم، وتعلم أننا نشتاق للعيش الكريم، ونشتاق أن نحيا السلامة والنعيم. هذا دعاؤنا، هذا دعاؤنا فاستجب يا صاحب الملك العظيم. تأليف الشاعر هشام عبد الملك المجيد.